إليكم مختصر سيرة النبي أهل السقيفة من بداية دعوته إلى آخر يوم في حياته. في بداية دعوته حاول الانتحار، كما جاء عند البخاري الإيراني المجوسي يقول: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة الجبل لكي يلقي منه نفسه تبدله جبرائيل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. وفي وسط دعوته سحر، فسيطر الشيطان على عقله، كما جاء في البخاري المجوسي يقول عن عائشة قالت: سحر النبي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وفي آخر أيام حياته أصبح مجنونا يهجر، كما جاء في صحيح مسلم الإيراني المجوسي يقول عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ائتوني بالكتف والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن الرسول يهجر، بمعنى يهذي يخرف لا يعي ما يقول. فهذه سيرة النبي السقيفة بكل اختصار. في بداية دعوته حاول الانتحار، في وسط دعوته سحر، وفي آخر دعوته يهجر. اللهم صل وسلم.